ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا وسعادة يا رب العالمين. وحشتوني جدا بجد. قبل اي حاجة، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تاني حاجة، ما تستغربوش المنظر اللي انا فيه ده خالص، ولا الامباليه اللي انا ضرباه في دماغي ده. تمام، ايه رأيكم في الشكل؟ رهيب رهيب. كنت قاعدة كده بقى زهقانة على متضايقة على زعلانة، كوكتيل اكتئاب كده في بعض. فقلت يا بت قومي، يا بت فوقي، يا بت ما تسيبيش نفسك للاكتئاب يا بت والزعل والكلام الفاضي ده. فقلت بقى ايه اما اقوم اضرب شعري امباليه زي ما انتوا شايفين كده، وايه واعمل سكين كير. بس اسكت اعمله من غيركم ما اقدرش والله، ما عملتوش معاكم من زمان. فقلت اما اقوم بقى ايه اروق على نفسي كده معاكم. اول حاجه هبدا بيها طبعا لان كنت ايه، بصوا كنت بره، فهبتدي انضف وشي من اي شوائب كانت فيه عامه. يعني كده كده انا هعمل له شيفنج دلوقتي، فهنضفه. شايفين اصلا المنظر؟ يا لهوي، بقالي فتره عمال يطلع لي نمش كده في وشي، مش عارفه ليه او علاجه ايه. لو حد يعرف علاجه يقول لي، لان انا مش عارفه. هو بصراحه انا لاحظت ان دول طلعوا وانا كنت زعلانه في مره قوي، واللي بدأ يطلع في وشي ده وانا زعلانه برضو، بس مش عارفه ليه. في بقى الكحل ده انا حاطاه في عيني، شايفين؟ حطاه في عيني من اول امبارح. غسلت وشي بالغسول ما بيطلعش، عملت وشي بالريموفر ما بيطلعش، وبعمله تاني بالريموفر اهو مش راضي. هو مدي افكت حلو، بس انا عينيا تعبانه. عينيا تعبانه بقالها مش عارفه ايه السبب. مش يومين كمان، بقالها اكتر من 3 ايام. عينيا بتتحسس، كلهم بيقولوا لي ممكن يكون ده رمد ربيعي. فانا مش عارفه بصراحه من ايه. بس الكحل جميل قوي قوي وشكله حلو. اللي عاجبني فيه انه مش راضي يروح ومش بيسيح في نفس الوقت. ده اكتر حاجه عجباني فيه. احط بايدي بقى كده عشان عيني مضيعين لي الفرشه بقالهم بقالهم اسبوع من يوم الوقفه. حط اول حاجه كده جل صبار. اسبوع ايه؟ احنا عدى عليك قد ايه ولا ايه؟ كتير صح؟ انا اكتر من، حط جل صبار عشان هنعمل شيفنج زي ما قلت لكم في الاول. صرصور ودني ادخل عيب كده، مينفعش تطلع تتفرج عليه. حط جل صبار، بحس وشي بيزحلق. اعذروني، عندي كحة رهيبة أوي مش راضية تروح، ولا في علاج نافع ولا مضاد حيوي ولا مسكن. احس وشي كله بيزحلق. شايفين؟ نمسك الشيبنج بتاعتنا بقى كده نفتحها. انا حاسه ان انا هعور نفسي وانا ببص. انا بص هحاول ابص في المرايه. كده كده مبوظه حواجبي اصلا من فتره. تمام، وانا بعملها لنفسي. الفيديو ده للسيدات فقط، للسيدات فقط، محدش يدخل تاني. مبتلاقيش حاجه اصلا، لان انا يعتبر بنضف وشي اول باول. ما بحبش ان يتساب فيه تراكمات. ده شعر الراس اللي طلع والله. شعر الراس اللي طلع. مش عارفه اتكلم، بس لازم يا جماعه تدلعوا بشرتكم كده كل فتره. واحنا كمان عندنا مناسبه الفتره الجايه، فانا قلت عشان وشي ما يلتهبش او كده، او لو التهب فابقى انا كده كده عملته. اكتر حاجه مش بتلهب وشي الشيفنج. اي حاجه تانية بتعمل التهابات صعبه قوي في وشي، فما بحبهاش. ودي حبايه المناسبه بالمناسبه. في ناس هتقعد تقول لي ايه ده وحلاقه انت بتحلقي. بس انا ما بعرفش استخدمها، مبتدئ فيها بقالي فتره مش كتير. لازم ننضف كل الحاجات دي. ما بحبش اشيل من حواجبي حاجه، لا انا بنضف حواليها بس، مش بحب اشيل منها حاجه. غالبا كده اصلا ما عادش فيه اي حاجه، لان الشهر اللي طلع مش كتير. ما عادش فيه اي حاجه. فكده خلصنا مرحله ايه الشيفنج. خلاص نجيب منديل بقى ونمسح وشنا كويس. نمسحه كويس. او ماي جاد، نضفنا مجرد ما عملناه بس كده، نضفنا والله العظيم. ببقى حذرة جدا وانا بعمله. تعالوا نغسل وشنا بقى. دلوقتي بقى حطيت الغسول بتاعي كده وهدعكه.
واروح اغسل وشي وارجع لكم تاني عشان نحط بقية الحاجات بتاعتنا. دلوقتي انا مهتمة بالقنبلي اوي. دلوقتي عملت الشيفنج بجل الصبار وغسلت وشي. انا حاسه ان انا مش محتاجه حاجه تانية، بقول كده ما عدتش محتاجه حاجه. بس اسكت مش هقدر اسكت طبعا، مش هقدر اسكت. يلا عشان نصنفر وشنا. ندهنه كده بقى مع بعض ون ايه. بعد ما نخلص وشنا كله هنبتدي ان احنا ايه نعمله، نلفه داير. انا عشان لفه السكارف كده مش عارفه اعمل كويس. لو سمحت حاسه اني كترت الماسك سيكه. ايدينا الاتنين بدل ما فيش الفرشه وكده. تصدقوا بالله انا لقيت الفرشه بس مكسره جدا. شكل دواير. يلا يا جماعه احنا مش غرب عن بعض، ندعك هنا قوي. ببقى اروح احط بقى جهاز البخار لو انا عايزه استقنيها شويه بحيث انه يفتح المسام، وبعدين اكمل ايه، اكمل فرك بقى في الماسك كده. طلعكم من غير فلتر اضاءه ومن غير حاجه عشان تشوفوا النتيجه في الاخر. تشوفوني في اول فيديو وشوفوا اخر الفيديو. هبقى كيكه. دلوقتي هحط وشي في جهاز البخار علشان خاطر البخر. وده بعد ما سبت وشي في البخار حوالي ربع ساعة 10 دقايق كده. ده المنظر. وشي احمر باين من تحت الماسك ان وشي احمر. هغسل وشي وارجع لكم تاني. وبعد ما عملت كل ده يهيأ ليا برضه ان انا ما عدتش عايزة اعمل حاجة، بس ما ينفعش ما ينفعش. نشف وشي كويس بقى كده. صرصور ودني مصمم يحضر معانا الفيديو مش عارفة ليه. اهو بيبقى فيه بواقي ماسك كده المية ما بتشيلهاش اللي هي الحتة دي، لان بخاف ان وانا بعملها بالمية تيجي في عيني. كل ده والكحل لسه ما اتهزش من وشي. يعني شوفوا غسلت وشي كام مرة لسه ما اتهزش اهو. طبعا عايزه اقول لكم ما تنسوش ايديكم في اي ماسك انتوا بتعملوه. بيضينا وحلوينا واهو وشنا ناعم زي ما انتوا شايفين زي الفل. نحط بقى ماسك التفتيح بتاعنا وبكده هنكون قربنا نخلص. مش خلصنا لا، قربنا نخلص. حط طبقة رقيقة خالص لانه لازم لما يساب لحد ما ينشف. نحطه بقى كده. خططنا وشنا نبتدي ندعكه عشان عايزة طبقة رقيقة جدا 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 اهو كده كده. منحطوش على حاجة ودنا اهو حواجبنا حاجة عشان ما نلبسش الدنيا. ده كده كده معاه سفنجة مخصوص عشان كده ده ماسك التفتيح. ولا لا لا بيجيب نتيجة فورية سريعة. هتشوفوا الوقت لما اغسله هتشوفوا كل حاجة. لو بتحبوا سلسلة الفيديوهات دي يا جماعة قولولي في الكومنتات وانا هقولكوا على ماسكات كتير طبيعية مجرباها قبل كده في البيت. حلوة جدا جدا يعني. وقبل اي حاجة وقبل اي ماسكات او اي حاجة مناخيري كتير كبيرة بتاخد حتة كبيرة من الماسك. قبل اي حاجة كلام بجد والله العظيم. حبوا نفسكم. حبوا نفسكم. لو وشكوا ده ايه حبوه. حبوه بالحبوب اللي فيه بكل حاجة فيه. انا في وقت من الاوقات وشي ده كان بيبقى مليان حبوب. اي نعم ما كانتش بتبقى في كل وشي بس لازم تحبي نفسك. حبي نفسك بكل حاجة فيها. حبيها بشكلها بيضها سمرها. تعيشي مع نفسك هتلاقي نفسك اجمل واحدة في الدنيا دي كلها. مش هتشوفي حد اجمل منك. طبعا في ناس جميلة غيرك بس الجمال درجات. فانا عن نفسي بحب نفسي بصراحة. بحب نفسكم
وانت هتشوفوا نفسكوا احلى حد في الدنيا. وطول ما نفسيتك مرتاحه ومش شاغله بالك سواء ببشرتك او اي حاجه، بشرتك هتبقى احسن بكتير. ما تضايقيش نفسك. وطبعا الاكل بيفرق. هقول لكم بصراحه الاكل بيفرق في البشره، وبالذات البشره الدهنيه. هسيب الماسك بقى كده لحد ما ينشف خالص، لانه لازم ينشف. وبعدين ارجع لكم تاني. شوفوا انا بنشش عليه بقى عشان ينشف. صرصور ودني مصمم انه يحضر معايا. ومش طبعا يعني انتوا اكيد مش هتشوفوا نتيجة الامبادي بتاعي، مش هتشوفوا نتيجة. بصي بدأ ينضف من الماسك اهو شوية. كنت قفلت الكاميرا عشان اعرف اخد راحتي وانا بمسحه. بلف مش بمسحه، لا بلف. بس ايه رأيكم؟ في فرق؟ فرق واضح ولا لا؟ في فرق ولا لا؟ ايه رايكم كمان؟ يعني عايزاكم تجيبوني في اول الفيديو وتقولوا لي واقفه عماله تعملي كده، وتجيبوني الوقت. انا حاسه كملمس وكنتعشه في وشي. يا جماعه اهم حاجه ما تنشفوش وشكم وفي فوط. خليها في مناديل احسن حاجه. شايفين الكحل؟ وشي بقى ناعم وطري وعامل زي البيبي بالظبط. وافتحها، بس انا الاضاءه عندي مش كويسه، مش عارفه اعملها لكم ازاي. افتحها من اول ما كنت بادئه الفيديو. دلوقتي بقى بقوم حاطه ايه؟ برجع احط جل صبار، وبعد ما بيتشربوا خالص قبل ما انام لازم بحط سيرم هيلورونيك اسيد ومرطب وبنات. مش هحط طبقه كبيره بقى. ما عملناش سكراب لشفايفنا ولا حاجه، كنت عامله لها اصلا لسه من فتره، فمش عايزين نعمل يعني عادي. بس كده. بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير كتير بقى عشان نوصل 1000 مشترك. مش هنوصل غير بيكم وبدعمكم لينا. وبس كده، سلام.